نحن الآن حيث الرحلة التي قد لا تتكرر في العمر إلا مرة واحدة، رحلة لا تصفها المشاعر والكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الغاليات، هذه رسالة وتفصيل وتذكير لكل من قدر الله لها العمرة، خاصة النساء. فأولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كما أنه عليه الصلاة والسلام قال: أديموا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وأما الكبائر التي تاب العبد منها فإن الله يغفرها للعبد بتوبته، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. فتذكري أن الله سبحانه وتعالى قد دعاك لبيته، وأنك قد أتيت وقد فضلت وقد اصطفيت لأنك كنت قادرة، وأنك كنت قادر على أن تكون هذه الرحلة إلى مكان آخر غير بيت الله. فهناك الكثير ممن يضيع أمواله ويدعها هنا وهناك ولا يكتب الله له حجا أو عمرة، فهذا اصطفاء وهذا توفيق من الله، فهي نعمة وأي نعمة. فأبذلي جهدك أن تبذلي فيها ما استطعت لرضوان الله، وأن تكون عمرة على مرضاة الله، وأن لا تضيعيها في التوافه أو في الأمور التي بإمكانك أن تفعليها في غير ذاك الوقت. فأنت في ذاك المكان احرصي أن أي شيء يمكنك الاستغناء عنه لأجل العبادة أو الطاعة أو الاستمتاع بهذه الرحلة العظيمة، أن تفعلي ما قد جئت لأجله. فلا تتشتتي هنا وهناك، لأن الشيطان في كل مكان يحاول إبعادنا عن الهدف الذي ذهبنا له. فابذلي جهدك أن تكون هذه العمرة بداية وأي بداية، وتغيير وأي تغيير، واحرصي أن تكوني بعد العمرة خيرا منك قبل تلك العمرة. في أثناء الرحلة نادى قائد الطائرة بأن الرحلة قد دخلت ميقات الإحرام. هم عبد الله بعد النداء بالاستعداد للإحرام. فللحج والعمرة 5 مواقيت مكانية لا يجوز تجاوزها إلا بإحرام، والمواقيت هي أبيار علي، رابغ، السيل الكبير، السعدية، ذات عرق. أما من كان مكانه أقرب إلى مكة من هذه المواقيت فميقاته هو مكانه، ومن مر بالمواقيت ولم يحرم فعليه الرجوع والإحرام منها، فإن لم يرجع فعليه فدية، وهي ذبح شاة وتوزيعها على مساكين الحرم. وعند الوصول للميقات يسن للمعتمر إزالة شعر الإبط والعانة وتقليم الأظافر والاغتسال وتطيب البدن دون ملابس الإحرام. ثم يقوم المعتمر بلبس ثياب الإحرام، وهي الرداء والإزار والنعل للرجال. أما المرأة فترتدي ملابسها العادية عدا النقاب للوجه والقفازين لليد. فإذا أرادت المرأة العمرة فإنه يسن لها أن تغتسل للإحرام ولو كانت حائضا أو نفساء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء، حتى المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر في ذي الحليفة في حجة الوداع، أمرها فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، رواه مسلم. ثم تلبس ثيابها، والمرأة تحرم ما شاءت من الثياب، غير أنها لا تتبرج بزينة، ولا تغطي وجهها بالنقاب ولا كفيها بالقفازين. قال الشيخ ابن عثيمين: وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب، غير أن لا تتبرج بزينة ولا تتنقب ولا تلبس القفازين، وتغطي وجهها عند الرجال غير المحارم. فأنت يا من لا تغطين وجهك، انظري إلى من تغطي وجهها، كيف أنها رغم ذلك حتى في الحج فإنها عندما ترى الرجال تغطي وجهها. فكوني حريصة أن لا تتمكيجي، وكوني حريصة أن لا تبدي زينتك، وكوني حريصة أن لا تفتني غيرك بوجهك. حتى إن كنت قد كشفت وجهك في حين أن الكثيرات قد تورعن وسترنه، فاحرصي أن لا تفتني غيرك، وأن لا يكون وجهك زيادة عن كشفه متمكيجا متبرجة في مكان طاهر كهذا. ثم الأولى أن تجعل إحرامها عقب فريضة، فإن لم يكن صلت ركعتين سنة الإحرام،
ثم تهل بالنسك فتقول لبيك اللهم بعمرة. لبيك اللهم عمرة. وشرعا في التلبية مع باقي المعتمرين على الطائرة. ثم تكثر من التلبية وذكر الله تعالى بعد تلبسها بالنسك، يعني تجعل إحرامها عقب فريضة، فإن لم يكن يعني صلت ركعتين سنة الإحرام، يعني تصلي ركعتين ثم تهل بالنسك فتقول لبيك اللهم عمرة. ثم تكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك وذكر الله تعالى، يعني تلبي وتذكر بعد تلبسها بالنسك. والأولى أن تلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم بقولها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولو لبت بغير ذلك مما ورد عن الصحابة فلا بأس، ولا يشرع لها أن ترفع صوتها بالتلبية، بل تلبي بصوت منخفض لأنها مأمورة بالتستر. فانظروا كيف أن المرأة في الإسلام وكأنها جوهرة مكنونة. قال الشيخ ابن عثيمين: وأما المرأة فلا ترفع صوتها بالتلبية ولا غيرها من الذكر، لأن المطلوب في حقها التستر. ثم إذا كانت خائفة من عائق يعوقها عن إتمام النسك فإنها تشترط فتقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما تقول لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ضباعة بنت الزبير حين أرادت الحج وهي شاكية أن تشترط. قال ابن عثيمين رحمة الله عليه: وأما من لا يخاف من عائق يمنعه من إتمام نسكه فلا ينبغي له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ولم يشترط، وقال لتأخذوا عني مناسككم، ولم يأمر بالاشتراط كل أحد أمرا عاما، وإنما أمر به ضباعة بنت الزبير لوجود المرض بها والخوف من عدم إتمامها لنسكها. هذا له أمرها وقالها يعني اشترطي، لأنه كان بها مرض وخاف يعني من عدم إتمامها لنسكها. ثم بدأ عبد الله في تذكر محظورات الإحرام، فلا يجوز إزالة شيء من شعر البدن أو الأظافر، أو تطيب البدن أو لباس الإحرام، أو تغطية الرأس، أو لبس أي مخيط مفصل على قدر العضو، أو الجماع أو المباشرة بشهوة، عقد النكاح والخطبة، أو التعرض للصيد البري بالقتل أو بالتنفير. وقال أيضا: وينبغي للمحرم أن يكثر من التلبية، لأنها الشعار القولي للنسك، خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، مثل أن يعلو مرتفعا يعني يكون طالع، ولا يهبط أو ينزل منخفضا، أو يقبل ليل أو نهار، يعني لما يعني يجي ليل أو يجي نهار، أو يهم بمحظور أو محرم أو نحو ذلك، يعني لو يجي يغلط أو يجي يفعل حاجة يتذكر التلبية، لأنها الشعار القولي للنسك، خصوصا عند تغير الأحوال والأزمان، كما كيجي يطلع مرتفع أو يجي ينزل منخفض، أو يجي ليل أو يجي يتبدل نهار، أو يهم بمحظور أو محرم لما يجي يحس روحه باغي يغلط أو يدير معصية. ثم تستمر المرأة في التلبية من الإحرام إلى أن تشرع في الطواف، فإذا وصلت المسجد الحرام قدمت رجلها اليمنى لدخوله وقالت: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بسم الله، ركزوا معايا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذه تدخل تقدم رجلها اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وتدخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مستحضرة بذلك نعمة الله عليها بتيسير الوصول إلى بيته الحرام. ثم تتقدم إلى البيت متجهة، تقدمي تمشي وتمشي نحو الحجر الأسود لابتداء الطواف. إذا ما شرعا في الطواف توقفا عن التلبية وتوجها نحو ركن الحجر الأسود، فجعل عبد الله رداءه الأيمن تحت إبطه
ليكشف عن كتفه الأيمن كما تقتضي سنة الاطباع. وعندما وصلا للحجر الأسود اكتفيا بالإشارة نحوه نظرا للزحام وعدم جواز المدافعة والمزاحمة تطبيقا لسنته عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك بدأ الطواف من الحجر الأسود، والطواف 7 أشواط تنتهي أيضا عند الحجر الأسود. وأثناء الطواف له أن يدعو ويذكر الله بما شاء. كان عبد الله على علم بأنه كلما حاذ الركن الذي قبل الحجر الأسود يسن استلامه بيده دون تقبيل، فإن لم يستطع فليمضي دون أن يشير إليه. ويسن القول وقتها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، حتى يصل للحجر الأسود. وخلال طواف عبد الله حرص على ألا يدافع أو يزاحم، كما حرص ألا يطوف من داخل حجر إسماعيل لأنه جزء من الكعبة، والدخول فيه يجعل ذلك الشوط ناقصا غير مجزئ. تتقدمي من جهة الحجر الأسود باش تبدأي الطواف. ولا يشرع للمرأة أن تزاحم الرجال، بل تحرص على التستر والبعد عن مخالطتهم ما أمكن. يعني انتي راكي في مكان يعني كما هذا لابد لك أن يعني أحرى لك أن تكوني على الطاعة، وطبعا نطيع الله حيث كنا بإذن الله. ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم، فتجتهد المرأة في التصون والبعد عن الاختلاط ما أمكن، ثم لا تلام على ما وقع من ذلك بغير اختيارها مما تدعو إليه الضرورة. يعني إذا جت حاجة فوق خطرها هذيك الله غالب، لكن تحرص كل الحرص على التستر. فإذا حادت الحجرة أشارت إليه وكبرت، تقرب من جهة الحجر الأسود تقول الله أكبر، ثم تجعل البيت عن يسارها. يعني أنت تكوني تمشاي بحيث أنه الكعبة تجي في جهتك في الجهة اليسرى نتاعك، خلاص. ثم تجعل البيت عن يسارها وتطوف 7 أشواط لا ترمل في شيء منها. تمشي الدور الطوفي 7 أشواط، تبدأي من الحجر الأسود وتخلي البيت على يسارك، يعني الكعبة تكون على الجهة اليسرى نتاعك وانتي راكي تمشي راكي تطوفي. وتكثر الذكر والدعاء ولا تتكلم إلا بخير، تكثري من الدعاء والذكر وتدعو بما شاءت في أثناء الطواف. وتكثر أن تقول بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شوفوا هذه الأدعية الشاملة اللي خلاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيها خير الدنيا والآخرة، وتختصر لك وتوريك وش هم الصوالح المهمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حادت الحجرة فعلت ما قلناه من قبل، يعني تطوف 7 أشواط لا ترمل في شيء منها، يعني ما تسرعيش. وتكثر الذكر والدعاء، لا تتكلمين إلا بخير، وتدعي بكل ما شئتي، يعني تدعي من خيري الدنيا والآخرة. تفكري أهلك وأحبابك، تفكري أمورك، تفكري الأشياء اللي كانت تشغلك، تفكري الأمور التي ممكن فرصتك أنك تسأليها لله في هذا الوقت. تدعين بما شئت أثناء الطواف. وتكثر أن تقول بين الركنين اليمانيين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكل ما وصلتي عند الحجر تولي تعاود الحجر الأسود، تعاودي نفس الشيء في الطوفة الثانية وكذلك الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. ويشترط في الطواف أن تكون طاهرة من الحدثين الأصغر والأكبر، مجتنبة للنجاسة، لأن الطواف بالبيت صلاة، يعني لازم تكون عندك كما الشروط نتاع الصلاة. لازم تكوني نقية، يعني طاهرة من الحيض أو النفساء أو غير ذلك أو النفاس، وكذلك تكوني متوضية، لأن الطواف بالبيت صلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا فرغت من الأشواط 7 صلت 2 خلف مقام إبراهيم إن تيسر. وفي نهاية الشوط السابع غطى عبد الله كتفه الأيمن، ثم ذهبا خلف مقام إبراهيم لصلاة 2 الطواف. فإذا فرغت من الأشواط 7 صلت 2 خلف مقام إبراهيم إن تيسر، وإلا ففي أي مكان في المسجد، يعني تصلي 2 خلف مقام إبراهيم إذا تيسر لك، إذا قدرتي.
وإلا تصليها في أي مكان في المسجد. تقرأي في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، تقرأي قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. اتجه عبد الله مع زوجه بعد الصلاة إلى المسعى، وفي طريقهما شربا من ماء زمزم كما سن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم صعدا إلى الصفا من باب الصفا وتليا حين الصعود قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم وقفا يدعوان الله مستقبلين الكعبة، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بدأ في النزول من الصفا والاتجاه نحو المروة مشيا مستذكرين وداعيين الله بما تيسر لهما، حتى إذا ما بلغ المروة كررا ما قيل عند الصفا دون قراءة الآية، ليكونا قد أتما شوطا من أصل 7 أشواط، ثم عادا مرة أخرى للصفا بالكيفية نفسها، وظل هكذا حتى الشوط 7، فصعدا على المروة دون قول أي شيء، وبهذا أتما سعيهما. ثم تخرج إلى المسعى. بعد خرجي للمسعى فإذا دنت من الصفا قرأت وش قالت؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. يعني كتقربي عند الصفا تقولي إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط مبتدئة بالصفا مختتمة بالمروة. تمشي من الصفا للمروة وتفكري السيدة هاجر وهي تسعى بإيمان قوي، وتفكري إيمانها، تفكري أنك الآن شوفي صبر السيدة هاجر رضوان الله عليها. وهنا تحديدا حكاية معجزة خالدة، معجزة إبراهيم وهاجر وإسماعيل. كانت مكة واديا بلا حياة، إلى أن أتى أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام بأمر من الله وأسكن زوجه وابنه في هذا الوادي وودعهما. ظلت هاجر تركض تبحث عن الطعام والماء لابنها إسماعيل، إلى أن تفجر ينبوع زمزم. سنقف فوق جبل الصفا، المكان الذي وقفت فيه هاجر وسعت منه إلى المروة، نتعلم أن نسعى لله ولا نيأس، ونقول لكل همومنا وأحلامنا كما قالت السيدة هاجر: لن يضيعني الله. وحين نشرب ماء زمزم نتذكر أنه من وسط اليأس بزغ الأمل وبدأت الحياة. فهنا تقولي إن الصفا والمروة من شعائر الله. كي تكوني عند الصفا ومن بعد تمشي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ولا بد من استيعاب المسافة التي بين الجبلين جميعها، ولا يشرع لها أن ترقى على الصفا ولا على المروة، ولا أن تسعى بين العلمين الأخضرين بخلاف الرجل. يعني هي عكس الرجل، ما يلقش تطلع. قال في كشاف القناع: والمرأة لا ترقى في الصفا والمروة ولا تسعى بين الميلين سعيا شديدا، يعني ما تسرعش. ليس على النساء رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، المرأة ما تجريش. لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولأن المطلوب منها الستر، وفي ذلك تعرض للانكشاف، والقصد بشدة السعي إظهار الجلد، وليس ذلك مطلوب في حقها. يعني ماشي مطلوبنا أن تبان من هذه القوة وتطلع كذا. وتكثر في سعيها من ذكر الله، تكوني تسعي بين الصفا والمروة وتذكري ربي والدعاء بما شئت كذلك، بالحوايج اللي بغيتي تتعبيه. فإذا فرغت من السعي، إذا فرغت المرأة من السعي بين الصفا والمروة قصرت من شعرها. بعد السعي قام عبد الله بحلق شعر رأسه، أما زوجه فقد قامت بقص ما مقداره رأس الإصبع من جميع نواحي شعرها. والأولى أن تقصر من جميع الشعر خروجا من الخلاف، فتقصر من طرف كل ضفائرها، وليس عليها بحلق بخلاف الرجال، فإن الحلق في حقهم أولى من التقصير. قال الشيخ ابن عثيمين:
وأما المرأة فتقصر رأسها بكل حال ولا تحلق، فتقصر من كل قرن أنملة، يعني تقص شوية هكا من كل، تحاول أنها كل خصيلة هكا تدي منها شوي، وبذا تكون عمرتها قد تمت. وثم فروع كثيرة وتفصيلات للعلماء في أحكام العمرة ومحظورات الإحرام. يعني المرأة لما تحرم بعد الإحرام ليس لها أن تتطيب إذا أحرمت، يعني لا تتطيب، ما تديرش الطيب، ما تديرش الريحة إذا لبت. طبعا هي أصلا المرأة إذا خرجت يعني برا حتى ولو في غير عمرة أو غير ذلك، المرأة لا تخرج ولا تتطيب قبل الخروج، لأنها هنا يعني حتى للمسجد تعتبر زانية والعياذ بالله. فهنا في الإحرام ليس لها أن تتطيب إذا أحرم حتى ولو في الدار. إذا أحرمت، إذا لبت بالعمرة أو بالحج ونوت الدخول في الحج أو العمرة بقلبها فإنها لا تمس الطيب. يعني أما الكحل فلا يضر لو اكتحلت بعد الإحرام، لكن ليس لها أن تتطيب بعد الإحرام، وليس لها أن تقلم أظافرها، ولا أن تأخذ شيئا من شعرها بعد الإحرام، ما دام تنوي الدخول في الحج أو العمرة فإنها حينئذ تلبي وتمتنع من الطيب، تمتنع كذلك من قلم الأظافر ومن قص الشعر ونحو ذلك. يعني الاكتحال ماشي معناها أنها تكتحل وتخرج، لأنه أصلا الزينة هنا يعني غير متبرجات بزينة. ربي قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. إذا كان ربي قال العفة للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، يعني مرأة كبيرة في السن، يعني امرأة ما في خاطرها زواج ما والو، ربي قال لها ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ثم قال وأن يستعففن خير لهن. دايما العفة رائعة، فما بالك في حقك أنت كإنسانة يمنع عليك أنك تخرجي يعني بالكحل وبالزينة والتعطر وغير ذلك. أما لما المرأة تتحلل من الإحرام فبإمكانها فعل هذه الأمور في غير الخارج مع غير المحارم، يعني مع غير زوجها. ثم التحلل من العمرة يكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من الطواف والسعي، يعني بعد ما يطوفوا ويسعوا بين الصفا والمروة يحلق الرجل رأسه وتقصر المرأة شعرها. آنذاك بعد ذلك يحل لهما بذلك كل شيء كان حراما عليهما بالإحرام، يعني أي حاجة كانت حرام عليه في الإحرام من قص الأظافر وقص الشعر وغير ذلك والتطيب وغير ذلك، كل هذه الصوالح تحلال عليه بعد ما تقصر المرأة ويحلق الرجل. نسأل الله أن يتقبل منكم، وأنه تعرفي باللي ويعرف الواحد منا أنه هناك الكثير ممن يتمنى ذاك المكان وحبسه حابس أو ليس له قدرة أو لا يستطيع ذلك، وأنت قد أخذك الله إلى مكان كذاك يريد بك خيرا، فاحذر أن يأتي الله بك إلى مكان كذاك ثم تضيعه فتندم. والله أنه نحن في حياة، يعني في هذه الدنيا نبذل جهدنا لندفع ثمن الجنة، يعني نبذل كل جهدنا. حياة قصيرة لا تستحق أن يضيعها الإنسان في توافه الأمور، فلتستغلي هذه الرحلة بأروع ما يكون، واحذري أن تضيعيها في التوافه. وابذلي جهدك مدام مشيتي لمكان كذاك أنك تقول لنفسك أنه لابد نتغير، أنا ما نرجعش هذيك الإنسانة اللي كنت بعض المعاصي فيا وأنا تم، يعني أنا في هذا المكان بعض المعاصي فيا نقول ربي يا ربي أنا مانيش باغية نرجع به، يا ربي راه فيا واحد العيب كذا وكذا ريقلوا فيا، يا ربي فيا هذا الذنب وهذه المعصية يا ربي صلحها فيا، يا ربي مانيش باغية أنت جبتني لبيتك هنا ونرجع كما كنت، تلك المذنبة العاصية اللي فيا أفعال خاطئة أو عندي ذنوب أو عندي معاصي أو عندي صفات ماشي مليحة في شخصيتي أو غير ذلك. يعني كل شيء المؤمن ماشي مجرد صلاة أو صيام أو لا، المؤمن كل أعماله عبادة، كل حاجة راك تفعليها أو تركيها راك تعبدي بفعلها أو بتركها لله سبحانه وتعالى. فحتى شخصيتك مثلا شخصية يعني فيها بعض العيوب، قلبك فيه بعض الأمور التي
لا يجب أن تكون في مسلم، احرصي أنك تبدليها وانت تم في العمرة. قولي يا ربي غير فيا هذا الفعل، غير فيا هذه الصفة، يا ربي أنا مانيش باغية جيت لهنا ونرجع كما كنت، يا ربي ريقلني جيت لبابك، يا ربي صلح فيا هذا الأمر وسقم لي هذه الحاجة، وعطي لفلان كذا وعطي لفلان كذا، وتفكري وعرفي باللي راكي جيتي لمكان نعمة واصطفاء. فهنيئا لك، هنيئا لك، وبدل جهدك أنك ما ترجعش كما كنت، أنك ترجع إنسان آخر وتفرح بالهدية اللي أعطاك ربي. هدية اللي أعطاك ربي سبحانه، أنه جابك لبيته واختارك واصطفاك. وكاين الناس بزاف راهم متشوقين لهذا المكان ومازال ما وصلوش، فاحرص أن لا يكون شوقهم أكبر منك أنت وأنت في ذاك المكان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. ماشي ب1000 صلاة، لكن خير من 1000 صلاة. وصلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة في مسجدي هذا. يعني صلاة في المسجد الحرام خير من 100 صلاة في المسجد النبوي. شوف يعني والصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه. شوفوا هذا الفضل. فما دام انت راكي تما وانت راك تم ورب سبحانه جابك، استغل انك تعمر كونتور الحسنات نتاعك، ابذل جهدك انك تضاعف وتطلع من اجرك. وشوفوا في هذه الدنيا، واحد عنده دار يتمنى فيلا، واحد عنده فيلا يتمنى قصر، واحد مثلا يعني أستاذ أو كذا يتمنى درجة عليا، ثم يوصل هذيك الدرجة العليا يتمنى درجة أعلى منها. فلماذا زهدنا في الحسنات؟ لماذا عندك فرصة أنك تعمر من الخير والأجر والثواب اللي ممكن مضاعف بزاف، وتضيع نفحات كهذه أنك في مكان فيه مضاعفة الأجور؟ فاستغل وابذل جهدك، لأنه هذه فرصة، وكان بعض الفرص لا تعوض إذا ضيعناها. كذلك هناك رأينا كثير من الناس اللي يقول لك مثلا راني ماشي، بدل ما يقول راني أنا ذاهب إلى زيارة بيت الله الحرام، تجد الغالبية خاصة يعني هنا في الجزائر يعني كبار السن مثلا يقول لك ماشي نزور بيت النبي ولا قبر النبي ولا. يجب أن لا يكون المقصد هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يشد إليه الرحال. لما يكون الإنسان ذاهب من مكة إلى المدينة يشد الرحال إلى المسجد النبوي، ولا بأس من زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مقابر المسلمين في البقيع. النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك، فيها تذكير بالآخرة وأنها تحرك شوية في لكن ما يكونش المقصد هو زيارة قبر النبي كما مثلا زوار القبور أو غير ذلك. فلا بد أن يكون المقصد بيت الله الحرام والمسجد النبوي، لأنه من المساجد التي يشد إليها الرحال. جهز نفسك من الآن بأن تدعو وأن تكثر من الحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنك لا تملك نفسك ولا تملك رغباتك ولا تملك أهواءك. يعني الحوقلة والدعاء يعينك كثيرا في أنك تتوفق، وأنك تبذلي كل ما في وسعك لطاعة الله وتتوفقي، وانوي كل فعل خير وأجر لله سبحانه وتعالى. يعني كثري من لا حول ولا قوة إلا بالله، وكثري من الدعاء أن ربي يوفقك وأنه يجعل هذه العمرة يعني مغفرة لذنوبك وكذا. ودعي ثاني أن ربي يعاونك فيها على الدعاء، أنه يذكرك بدعواتك، أنه يقويك في جسمك وفي صحتك، وأنه يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأنه يرزقك الإخلاص في القول والعمل. كل شيء يكون ابتغاء مرضات الله، يكون غير على جل ربي ولا أحد غير ذلك. فأسأل الله أن يوفقكم ويتقبل منا ومنكم، وأن ييسر أمرنا وأمركم، وأن يوفق كل من يتمنى حجا أو عمرة، وأن يوصله إلى ذاك المكان، وأن يكرمنا يا رب برؤية مقدساتنا دوما، يحفظها يا رب من كل بلاء، وأن يحرر المسجد الأقصى، إنه على كل شيء وكيل. أرجو أن يكون فيها نفع وفائدة لكن أخواتي. لا تنسوني من دعواتكن، تذكروني في دعوة صادقة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الوداع، وداع مكة. إنها لحظة صعبة لنلقي آخر نظرة على البيت الحرام ولنملأ أعيننا منه.
ونتمعن في جماله وعظمته. ولا بد لكل بداية من نهاية. نخرج محملين بالثقة والأمل والرضا بالله والرجاء بأن يتقبل الله لنا. وبهذا قد أتم عبد الله وزوجه مناسك العمرة، راجيين أن يتقبل الله منهما ويجزيهما بها خير الجزاء.